بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد دأبت الحشوية إلى العبث بالكتب، وطرق العبث كثيرة جدا، منها التحريف والتزوير والعبث في المخطوطات. لنا حلقة قديمة اسمها الوضاعون الجدد، يمكن العودة إليها. حتى كثر هذا ووصل إلي كتاب أو عنوان كتاب من بعضهم، يعني كتاب كبير يبين عبث هذه الفرقة بكتب أهل العلم وأهل الإسلام. باب زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، زيارة قبر النبي، يكتب باب زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعبث في المخطوط. هذا في كلام الإمام النووي رضي الله تعالى عنه. عبارة يعني تحارب التجسيم، يقول مثلا بلا تفسير، يأتي يكتب بلا تأويل، ويرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن فرقة ضالة وجهل في العلوم وليس عندهم الأساسيات، لذلك يعبثون كما يحلو لهم ويلعبون بالدين كما يريدون. أهل العلم عرفوا ذكر الله سبحانه وتعالى وفضائل الذكر، فصنفوا المصنفات الكثيرة. هناك من جمع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار، وهو الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، وسنتحدث عنه بعد قليل. هناك من أخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة أو مجموعات وجعل منها حزبا أو وردا يقرأه الناس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هناك من رأى عظيم فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فتفنن فيها، فصار يأتي بصيغ جميلة مأخوذة من الصالحين والأولياء وأصلها من النبي عليه الصلاة والسلام، فصنف في هذا. هناك أحزاب وأوراد، إما من القرآن انتقاء يعني جميل موضوعي، مثل حزب السيف القاطع الذي هو يعني ينسب للإمام الغزالي أو للسيد أحمد الرفاعي. الأمر يسير في هذا الباب، كله آيات قرآنية تؤمن الخائف، تزيد في الاطمئنان، تقوي قلب الإنسان فيرتاح الإنسان ويقدم على فعله. هناك من جمع أشياء من السنة النبوية، مثل سيدي أحمد زروق في الوظيفة الزروقية، سفينة النجا في من إلى الله التجا. الأشياء التي فيها تأكيد من السنة النبوية جمعها في هذا. وهناك من جمع بين الكتاب والسنة والآثار الواردة الصحيحة وبعض الآيات التي لها أسرار وبعض المجربات، كأحزاب سيدنا أبي الحسن الشاذلي، حزب البر، حزب البحر، غير هذا، مع الدعاء الذي هو أصلا مفتوح، بابه مفتوح، باب الدعاء مفتوح، الشرع لم يقيدها بصيغة معينة. الأمة استفادت من هذا واهتمت به. كتاب الأذكار للإمام النووي جمع أذكار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد إلى جمعها، وهذا الكتاب كان مشتهرا جدا والعلماء يتداولونه، وحتى قال القائل في الشام، وهو هذا الشائع جدا، يقول بيع الدار واشتري الأذكار. كتاب عظيم جدا كتب الله له القبول. الوهابية في حالة قلق من الذكر، الوهابية حاربت ذكر الله سبحانه وتعالى بحجة اتباع السنة. نعم، لا نذكر إلا بالوارد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما قصرنا على الوارد، حتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تصرفوا في التلبية ذاتها. وهذا الرجل يقول: يا رسول الله، لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حول أن أدندن.
إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما ألزمنا، لأن الذكر مطلق، والمطلق يجري على إطلاقه حتى يرد الدليل التقييد. يعني الصلاة قيدنا بها الشرع الشريف، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج قال خذوا عني مناسككم. في أشياء قيدنا الله سبحانه وتعالى تقييدا تاما بها فلا نستطيع أن نتصرف. في باب الذكر في سعة في الأمر كما ذكرت في الأحاديث الواردة. الإمام النووي جمع هذه الأذكار، لكن بعض هذه الأذكار لا تروق للفرقة الوهابية، وأيضا يريدون محاربة أحزاب الصالحين وأوراد الصالحين التي عم نفعها. فجاءت فكرة شيطانية لهذه الفرقة الوهابية، فجاءوا إلى كتاب الإمام النووي وحذفوا فيه ولعبوا فيه ما شاء الله أن يلعبوا، واختار أشياء تروق للهوى الوهابي. ليس فيها مشكلة ما دامت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها مشكلة. ولكن هذه الانتقائية التي لا تقوم على منهجية علمية صحيحة هي أمر لا نريده ونبتعد عنه. فألفوا كتابا سموه حصن المسلم لهذا القحطاني، ونشروا منه وطبعوا كميات كبيرة جدا، يوزع مجانا، يباع بثمن رخيص، موجود في كل مكان، في كل رصيف، في كل طريق، في كذا. لماذا؟ حتى يقتصر الناس على أشياء محددة من الوارد، ليس كل ما ورد، لأن فضائل الأعمال يتساهل فيها العلماء ولا يكتفون بالصحيح، إنما يعني ما هو دون الصحيح، حتى الضعيف ما لم يخالف الأصول، ما لم يكن شديد الضعف. لماذا؟ لأن هذا باب فضائل. وأيضا العلماء والصالحون والناس والأمة وجدت نفعها بشكل عملي، لأن ذكر لله سبحانه وتعالى. جاء المقص الوهابي فلعب وعبث ما شاء الله أن يعبث، واختار جزء يسير جدا من كلام الإمام النووي أو من اختيارات الإمام النووي، ونشروه باسم كتاب حصن المسلم. فيا أيها المسلم، إذا أردت ذكر الله نعم وتريد الوارد، الإمام النووي رحمه الله فيه غنية، وقد جمع كل شيء، جمع فأوعى. والكتاب يوجد نسخ صغيرة حجم اليد، نسخ أكبر، الكتاب منتشر فيه، حتى ربما وجدته في برامج هنا وهنا. ولكن من يدعم هذا؟ الفرقة الوهابية تدعم دعما بلا حدود. وهذا مثل فكرة مسجد الضرار. ما هي فكرة مسجد الضرار؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كان عندهم مسجد يصلون فيه، يذكرون الله تعالى فيه، يتشاورون فيه. جماعة من المنافقين قامت بفكرة شيطانية، قال لا، تعال نبني مسجد آخر، وهذا المسجد هو مسجد الضرار. جاء القرآن فأمر بهدمه. لماذا؟ لأنه لم يؤسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذه الأوراد وهذه الاختيارات أسست على التقوى، وجاءت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليست محكومة بعقلية الفكر الوهابي الذي يحارب الضعيف ويجعله كالموضوع. لأن بعض الضعيف ليس فيه مشكلة، خاصة إذا كان مما هو مأذون بروايته، وأيضا يعني جاء ورد كذا. الموضوع لا يجوز، الموضوع حرام، والإمام النووي رحمه الله لا يأتي بالموضوع، يتحاشى الموضوع، وهو إمام محدث. فنصيحتي لكل مسلم يستمع إلي، احذروا دسائس الوهابية، يريدون أن يحرفوكم عن الذكر لله سبحانه وتعالى. لأن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى يقول فاذكروني أذكركم، ويقول عن آخرين نسوا الله فنسيهم. نحن لسنا بحاجة إلى أن ينسانا الله سبحانه، الله لا ينسى تعالى وتقدس. المراد هنا يعني أهملهم. الأمة الآن في حالة إهمال. الله سبحانه وتعالى يعني لا ينصر كثيرا من المسلمين بسبب النسيان لله سبحانه وتعالى. فعودوا إلى ذكر الله، وعودوا إلى الذاكرين الله كثيرا. ترجع إلى وهابي يختار لك، وهابي لا يذكر الله تعالى،
لا تجد في وجوههم نور الذكر. فكونوا على حذر وانتبهوا، يرحمكم الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.